السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير ومهنيين. مرحبا بكم معايا في لا فيديو تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا جبت لكم طبق رئيسي هايل هايل بزاف وبنين اللي هو طاجين الرخامة الجزائري القسنطيني، يعني طبق عريق وقديم بزاف بزاف. ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله يعني يفيدكم كفكرة، يعني واش ديروا يعني كوم دوزيام بلا. اروحوا معايا هنايا في عندي القدره تاعي، حطيت فيها شويه زيت شويه سمن، انا نحب نخلط مع الزيت والسمن. حطيت لهنا يعني الدجاج تاعي، انا درت فخد تاع الدجاج برك. دونك تقدروا ديروا حتى الصدر. هذوك العظام اللي حطيتهم يتشرشموا بيان سور كما راكم تشوفوا. يعني طاجين الخرامه يتخدم بالعظام. فوالا لهنا بعد ما قليت الدجاج مليح تاعي كما راكم تشوفوا، زدت ضفت عليه البصل اللي كنت رحيتها في الاشواغ، يعني قطعتها ماشي رقيقه بزاف وماشي خشينه. فوالا دوكا نضيف شويه ملح شويه فلفل الكحل. هذا الطبق البنات ما يحتاج توابل بزاف، يعني كما تعرفوا يعني الطبخ القسنطيني ما نستعملوش فيه التوابل خلاص. يعني عندنا غير الملح والفلفل الكحل سورتو في المراقي هادو اللي يجيو بويض، يعني المرقه البيضاء. فوالا البنات نخلط يعني ونخليها تتقلى على نار دليله شويه، ومن بعد باهنا مرق كما راكم تشوفوا. البنات قليو الدجاج تاعكم مليح مليح باه يطلق البنه هذيك ويجي يعني تجي لاصوص تاعنا بنينه. نروحوا دركا لا فيونداشي. لهنا عندي كميه من اللحم المفروم. البنات استعملوا يعني الكميه اللي تحتاجوها. فوالا وضفت عليها شويه من البصل اللي كنت رحيته تاني في الاشواغ مرحي مليح، وضفت شويه معدنوس، كميه من المعدنوس، ملح فلفل الكحل، وزدت لا شابلوغ. البنات لهنا الطبق الاصلي احنا نستعملوا فيه الدقاق تاع الفريك من الاحسن. البنات انا ما عنديش يعني عوضته بلا شابلوغ، مي نتوما لا كان عندكم ديروا الدقاق. زدت بيضه ودركا راني ضفت يعني هذيك العصا تاع القرص اللي حتعطيه واحد البنه هايله وما من لون هايل. فوالا البنات عندي حنلمو نعجنو مليح مليح كما راكم تشوفوا. اللحم تاع طاجين الرخامه لازم يا البنات يكون معجون مليح 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 ومتماسك، باه كي ترميو يعني الحبه تاع البيضه نتاعنا اللي باللحم في المرقه ولا تقليوها ما تتحلش معاكم. فهمتوني البنات؟ فوالا عندي هادو العظام اللي رايحه نستعملهم. من الاحسن البنات تخيروا ديما العظام اللي يكونوا البيض اللي يكون صغير في الحجم خلاص، وديما يعني وزن البيضه تكون ضعفها وزن اللحم. فهمتوني؟ هذه هي البنات لاصوص تاعنا. بعد ما طابت نحيت الدجاج تاعي باسكو من بعد نقليه، وهذه لاصوص البنات كما راكم تشوفوا فيها رايحه نصفيها باه من بعد نحط فيها اللحم تاعي. فوالا البنات لهنا العظمه انقبوها البنات مليح كيما راني قاعده ندير. علاش يعني هاد لاستيس هادي هي اللي حتخلي اللحم تاعنا يلصق في العظمه وما يتحلش وما يتنحاش، يعني ما يطيرش من بعد في الطياب. فوالا هادي حطوها بزاف في بالكم. دونك هكا البنات دركا نبدا يعني نحشي البيضه تاعنا اللحم تاعنا بالبيض. رايحه ندير بابي فيلم بهذه الطريقه كيما راني قاعده ندير، يعني احسن طريقه. فوالا نحل اللحم تاعي مليح ونحط البيضه وديروا كيما راني قاعده ندير هكذا، نلموها كامل كامل باه تتغطى هذيك العظمه كامله. فوالا بهذه الطريقه ويجينا يعني اللحم المفروم تاعنا كامل حجم واحد. شوفوا لي لهنا البنات في هذه المرحله انا كي حليتها لقيتها مازالت مخصوصه يعني شويه اللحم، ما حبش يغطي لي هذيك البيضه كامله. معليش البنات نزيدوا نضيفوا لها يعني شويه من اللحم المفروم يكون بقى لنا، ونكملوا نشكلوها كامل يعني عادي، يعني بلا ما نقلقوا روحنا. شوفوا كيفاش زدت لها لهنا هكا عادي عدلوها بيديكم. حاولوا البنات تضغطوا عليها مليح وتتاكدوا باللي البيضه راهي مغطيه كامل باللحم المفروم مليح مليح باه ما تتحلش معنا. يعني عندنا الطاجين الرخامه ديما المشكل تاعو، يعني اي وحده كي تقولي نديرو تقول لي اللحم هذاك ما يبقاش حاكم لا فورم هذيك ويطير من البيضه.
من العظمه يعني. يعني هذا هو المشكل، الاشكال اللي لقاوه يعني اغلب الناس، نحاولوا نتفاداوه. فوالا راني عاودت معاكم الدوزيام بنفس الطريقه، نمشيو هذاك اللحم مليح مليح مليح. هذاك البابي فيلم رايح يساعدنا بزاف بزاف، خير ما تخدمي بيدك طول يعني باه ما يلصقش اللحم في يدك ويتو. دونك هكا رايحه نكمل انا العظام تاعي كامل، نكمل نغطيهم بلا فيونداشي، ونروحوا نشوفوا كيفاش يعني نكملوا طريقه الطياب تاعهم. لهنا راني كملتهم، انا يعني خدمت غير 5 بيضات، والله يبارك يعني هاد الكميه راهي عائليه تشبع. اللي يعودوا ماشي في عائله بزاف تقدروا تخدموا غير 2 ولا 3 يكفيو، باسكو راح نقسموهم في الاخير على 2، وهو اصلا يعني مشبع، يعني طبق مشبع. لهنا حطيت شويه زيت في المقله يسخن مع شويه زبده، وحطيت لي بول تاعي يتقلاو. لهنا البنات كاينه يعني بزاف طرق، كاين يرميوهم طول في لاصوص ومن بعد يقليوهم، كاين اللي يطيبوهم يعني في الفرن، ولا وكاين يقليهم كيما انا هنا. شوفوا زي ما البنات حاولوا تقليوهم مليح مليح، باسكو لازم يطيب اللحم من داخل. نخليوهم يتقلاو بيان. البنات اللي هنا في المرحله هذه قادر يتحلوا لكم، يعني حاولوا كيفاش تسيسوهم بالعقل بلا ما تكاو عليهم ولا يعني تحركوا بزاف المقله باش ما يتفتحوش معانا. فوالا البنات هذه يعني تعتبر كمرحله اخيره بعد ما نقليوهم، وبعد ما صفيت هذيك لاصوص اللي قلت لكم عليها، رايحه نحطهم هنا باه يكملوا طيابهم. فوالا ومام طون هذيك لا فيونداشي رايحه تطلق لنا البنه تاعها في لاصوص، تجي واحد البنه هايله هايله. لهنا بعد ما طابوا لي البنات وبردوا، قصيتهم يعني قسمتهم على 2، كل حبه قسمتها على 2، وحمرت الفخذ تاع الدجاج تاعي في شويه زيت وزبده. وهذه هي لاصوص تاعنا بعد ما حطينا فيها لا فيونداشي. شوفوا زي ما ولات لا كولور تاعها، و يعني شوفوا بقاتش يعني صفرا كلاغ، طلق هذاك الكو تاع اللحم تاعو، جات هايله. فوالا بعد ما سقيتهم رايحه نزينهم بشويه معدنوس، كما تعرفوا باللي طاجين رخامه او الاطباق التقليديه البيضاء كامله يعني بالعموم يعني ديما نزينوهم يعني المعدنوس والقارص، هذه حاجه اكيده. وهذا هو الطبق تاعنا يعني يعني في هذه المرحله هذه نكونوا كملناه. شوفوا لي هذيك التحميره الهائله للدجاج تاعنا جاي يهبل. وشوفوا تاني كيفاش اللحم المفروم، كيفاش راهي البيضه. علاش يسميوه طاجين الرخامه؟ لانه يشبه للرخام. رايحين نلقاو هذيك الصفوره اللي في النص والبياض وهذاك البنين تاع اللحم المفروم عباره على رخام. هنا بالنسبه للبيض البنات كي تشرشموه ولا تغليوه، ما تخليوهش يطول بزاف في الماء، يعني ما تخليوش باش ما يكحلناش البيض هذاك. والى هنا نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.